فيديو النهارده يخص الأجهزة المستعملة الواردة من الخارج، يعني أي حد بره مصر جايب تليفون معاه وهو نازل أو بعته لأي حد. الفيديو ده مخصوص ليك. تعال أقول لك هتعمل إيه في حاجة زي دي. يلا ندخل الفيديو عشان ما أطولش عليك. تعالى. فوجئت لغايه دلوقتي ان في ناس كتير بتجيب اجهزه مستعمله من بره مصر على اساس ان هي من غير ضريبه، ولما تيجي تتكلم معاه يقول لك انا جايب موبايل قديم. يعني وليكن مثلا تعالى نتكلم على الايفون. انا بقابل ناس بتجيب ايفون 12 برو ماكس مثلا و13 برو 13 برو ماكس. اي فئه من فئه التويلفات واي فئه من فئه السيرتينات، ده حتى فئه ال11 بيجيبوها بمره مصر على اساس ان هي موبايلات انتاج قديم فمش هينزل عليها ضريبه. فاللي انا عايز اوصله لك يا صديقي ان النمره غلط، انت فاهم الموضوع غلط. هو مجرد ما الموبايل بيخش من بره مصر للمجال الجوي المصري بس وينزل مصر، ومجرد ما الجهاز يشتغل ويقرا الشبكات المصريه تلقائي بتقدر تتعرف الشبكات بتاعه الموبايل ان هي دخلت مصر وان الجهاز ده دولي، فبيطبق عليك الضريبه. المفروض ان الضريبه خلاص اليومين دول هيكون تم دفعها، واحنا المفروض ان احنا مستنيين حتى الان عشان نعرف الموضوع ده بجد ولا بهزار. وانا بقول لك يا صديقي الموضوع ده بجد، يعني اوعى توهم نفسك ان الموضوع ده بعد كل ده هيطلع هزار. ده سياسات دولة، مش لعب عيال ولا كلام ناس صغيرين. فالنصيحة اللي انا عايز اقولها لك لما تيجي تجيب جهاز من بره مصر، تجيب جهاز من مصر، اعمل الحاجتين دول. من بره مصر خلاص احنا جينا دغري وعارفين ايه اللي هيحصل. من بره مصر يعني عليه الضريبة، هتدفع الضريبة بتاعته، والضريبة بتاعت المستعمل هي الضريبة بتاعت الجديد ادام الموديل واحد. يعني لو جبت 16 برو ماكس الضريبة بتاعته 20600 جديد، هو لو جبت مستعمل وشغلته برضه على 20600. قيس على كده كل النمط بتاع الاجهزه القديمه كلها عشان بس تبقى انت فاهم. الجديد زي المستعمل في حته الضريبه بالظبط. طيب الناس اللي بتشتري الموبايلات سواء ايفون سواء جالاكسي سواء موبايل ب 3 جنيه ضعيف جدا اهو، اي موبايل تيجي تشتريه اونلاين وحط تحت الاونلاين ده 20 30 خط، لازم قبل ما تاخد الجهاز وتمشي تكشف على الجهاز كويس ان هو مش عليه ضريبه، وطبعا من خلال تطبيق تليفوني اللي نازل لمصر كلها بتكشف عليه. طيب نفترض يا عم احمد ان انا جبت جهاز اونلاين، قابلت حد في مترو، قابلت حد في كافيه، قابلت حد في بنزيمه، في اي حته، وانا بشتري منه الجهاز، كشفت عليه على نترا وحطيت IMEI ولقيت ان هو زيرو ضريبه. وبعد ما خدت الجهاز بيومين ثلاثه وشغلته لقيت لي جت رساله من نترا بتقول لي ان هو عليه ضريبه. كده انت لبست يا صديقي؟ لا انت ما لبستش. انا كل اللي انا طالبه منك بس يا حبيب قلبي انك لما تكون بتشتري الموبايل ده وبتكشف عليه ان هو مش عليه ضريبه وتلاقيه فعلا ما عليهوش ضريبه، خد سكرين شوت من الكشف اللي انت كشفته على الابليكيشن وخليه عندك على الموبايل. واول ما هيجي لك رساله ان الجهاز ده عليه ضريبه، احنا كنا عملنا فيديو بالموضوع ده قبل كده بس مش مشكله نعيده تاني. اول ما تلاقي رساله جات لك ان هي فيها ضريبه، هتعمل حاجه واحده، هتروح متصل بالرقم الساخن اللي جاي لك في الرساله وتتحول على الرقم الخاص بالواتساب وتقدم لهم على الواتساب ان الجهاز ده وانت بتشتريه كشفت عليه ان هو زيرو ضريبه، ودي السكرين شوت بتاعتكم. هيتم الاعتذار فورا وهيطمنك برساله ان لو جات لك الرساله بتاعت الضريبه دي ما تشغلش بالك بيها خالص، وانت جهازك فعلا معلهوش ضريبه. الكلام ده من عندي؟ لا مش من عندي. الكلام ده انا عملته في 15 برو ماكس مع عميل عندي قبل كده. جهاز كان زيرو ضريبه وكشفنا عليه ان هو زيرو ضريبه، وبعد ما العميل خده بحوالي اسبوع او اسبوعين جات له مسج ان الجهاز ده عليه ضريبه. تواصلنا معاهم وعلى الواتساب وقدمنا لهم الحاجات اللي احنا قلت لك عليها دلوقتي، ان انا اقدم السكرين شوت، وبالفعل فعلا اتشالت الضريبه. عايز تحسبها بقى ان هم بيضربوا يمكن يلاقوا، انا ماليش دعوه وده مش كلامي. انا قلت لك تعمل ايه في الظروف اللي زي دي. هرجع تاني وافكرك وانت بتشتري اونلاين، خد كل ما يثبت ان انت اشتريت من الشخص ده، اعمل معاه مبايعه بصوره بطاقته وخد بيانات بطاقته ورقم تليفونه ورن عليه وهو واقف عشان تتاكد ان هو رقم تليفونه. وبعد كده هتكشف على الابلكيشن زي ما انا قلت لك واطمنت على التليفون وكله تمام التمام، تاخد سكرين شوت وانت كده في السليم. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوني واتمنى ان انا اكون قدرت اساعدكم. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين موبايلات الايفون وموبايلات الفلاج شيب حول العالم، وبنحاول بنسعى جيدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر PC او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك
الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض هتعجبك جدا الفتره اللي جايه دي. حابب تستفسر عن حركه السوق والاسعار والبيع والشراء هتلاقيها على موبايل تربو، برضو تابع الصفحه دي هتفيدك ان شاء الله. حابب تشوف فيديوهاتي منسقه تحت بعضها بعناوينها هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد ان شاء الله. مستني رسائلك على انستجرام، اعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. الفتره اللي جايه دي ان شاء الله هنبتدي باذن الله عروض ومراكز صيانه وشركات ووكلاء معروفين جدا والبراندات جامده جدا جدا للاكسسوار هتفيدك الفتره اللي جايه دي. فلو انت بتشوفني على اي منصه تاني غير الفيسبوك حاول تتابعني على الفيسبوك عشان في عروض هتعجبك جدا جدا. احمد_تربو بالعربي وبالانجلش. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.